انا فرحت ان هما طلعوا براءة، عشان كده نزلت الفيديو. انا بعتذر، ما كنتش اعرف ان هما بس الستة هما اللي طلعوا واحمد ما طلعش، فما كنتش اعرف. ففرحت والناس فرحت، فده كان رد فعل طبيعي خالص للفرحة. عشان كده فرحت ونزلت صورة لأسماء وانا فرحانة. نرجع بقى لقصتنا بتاعت النهاردة، وهي السلفات في بيت العيلة. واحدة سلفتها اتهمتها ان هي سرقت دهبها، مش كده وبس، قالت لحماتها ان هي حرامية وسرقت دهبها، وقلبت بيت العيلة كله ومفيش معاها دليل. لا، وخلت العيلة كلها قلبت عليها وطردوها وروحت على بيت اهلها. الست دي اتبهدلت واتطردت شهر كامل وهي قاعدة في بيت اهلها. بس الصدمة بقى اللي جاية اللي انا هحكيلكوا عليها، ان سلفتها اللي اتهمتها دي بنتها اجوا يبصوا اتلاقوا الدهب بتلعب بيه وفي ايدها شوية وقاعدة تلعب بالباقي. طبعا هنا كانت الصدمة. مش المفروض بقى ان سلفتها دي تعتذر وتحل الموضوع؟ لا، ما عملتش كده خالص. اخدت الدهب بعد ما ضربت بنتها وقالت لها حسك عينك تقولي لحد ان الدهب كان معاكي، ولا تقولي ان انا خدته منك. وقامت اخدت الدهب وخفياه. طبعا كل ده وسلفتها مظلومة، وكمان حماتها مأيدة الكلام ان هي حرامية. وكل العيلة طبعا دي اثبتت لكل العيلة ان هي حرامية. وطبعا الراجل على واقف على الطلاق عشان يطلق مراته، عشان امه غصب عليه ان هو يطلقها لمجرد ان سلفتها اتهمتها ان هي حرامية. وكل ده وسلفتها سمع الكلام بتاع حماتها ان هي عايزة تطلقها، مش تتكلم او تدافع او تقول الحق او تقول حتى ان بنتها اتلقت الدهب. لا، ساكتة وبنتها تبصلها وهي تصغل لها. وفي يوم البنت دي قاعدة على الترابيزة بتاكل مع والدها، فبتبص لوالدها وبتقوله انا عايزة اقول لك حاجة بس ما تقولش لماما. قال لها قولي. عايزة تقولي ايه؟ قامت ساكتة وخافت اول ما امها دخلت. المهم ان ابوها المنظر ده مش قادر ينساه طول ما هو خارج في المكان وماشي برا، مش ناسي منظر بنته وخوفها ان هي كانت عايزة تقوله حاجة. المهم قال لها اما راح البيت قال لها تعالي انا عايزة اجيب لك حاجة حلوة. فالبنت فرحت، وامها مش في دماغها خالص ان بنتها هتفتن عليها. راح يجيب لها الحاجة الحلوة وهو ماشي في الطريق بيقول لها انت كنت عايزة تقولي لي ايه يا حبيبتي وخفتي تقوليه؟ قالت له مش عايزة اقول حاجة. قال لها قولي ما تخافيش، انت خايفة من ايه؟ قالت له ماما هتضربني. قال لها لا مش هتضربك، قولي لي في إيه انت مخبياه وما انتش عايزة تقوليه وخايفة من امك للدرجة دي؟ قالت له يعني انت مش هتقول لماما؟ قال لها وعد مني لو قلت الحقيقة مش هقول لها ان انت اللي قايلالي. قالت له طيب. قالت له يا بابا الدهب مع ماما. قال لها الدهب مع ماما؟ دهب ايه؟ قالت له دهب بتاع طنط اللي هي تبقى مرات عمه. قال لها يعني الدهب مع ماما؟ قال لها فين؟ قالت له مخبياه في الحلة اللي في قلب المطبخ. قالت له بس ما تقولش لماما لا تضربني. قال لها انا وعدتك ان انا مش هقول. المهم الراجل ده يعمل ايه عشان ما يقولش ان بنته قالت له؟ دخل المطبخ عادي وقال لمراته انا عايز حلة كبيرة اخدها معايا الغيط اجيب فيها اللبن. قالت له طب ما انت عندك القسط بتاع اللبن. قال لها لا، انا عايز حلة واسعة عشان هاخد منها وهفرق اللبن. فهي راحت فتحت، مش اخده بالها، فتحت فجابت له حلة. قال لها لا مش عايز دي. فبنته كانت واصفه له الحلة دي، قال لها هاتي الحلة دي. قالت له بلاش الحلة دي انا محتاجاها. قال لها هاتي الحلة دي. المهم
غصب عليها لغاية لما طلعت الحلة وادتها له. وهنا بقى كانت الصدمة. بيفتح الحلة اتلقى الدهب. قال لها ايه ده؟ مش ده دهب سلفتك؟ قالت له اه. قال لها امال انت عملت ليه كده وشايفاها تتطلق قدامك وبيتها يتخرب وقاعدة وساكتة ليه؟ واتهمت وقاعدة في بيتها دلوقتي، انت ليه عملت كده؟ انت اللي ملكيش تقعدي في البيت، يلا اطلعي برا. قالت له ده ماليش قصدي بس. قال لها انت ملكيش امان، امشي اطلعي برا. فامه سمعت الزعيق اجت تجري بتقول في ايه؟ قال لها الحكاية من طقطق لسلام عليكم. قالت له ياما في الحبس مظاليم، يبقى انا كده انا كمان ظلمتها؟ قال لها كلنا ظلمناها وكلنا جينا عليها وطلعناها حرامية، ومش كده وبس، ده احنا كمان كنا عايزين نخرب بيتها ونطلقها. ليه عملنا كده؟ ليه بنصدق اي حد لمجرد ان هو يقول لنا فلان عمل كذا نصدقه؟ ليه؟ ليه ما ناخدش ونحقق من الكلام ليه؟ قالت له عندك حق. نتعلم ان احنا ما نظلمش حد لمجرد ان حد يقول لنا ان اللي قدامنا ده حرامي مثلا او عمل عملة. عمرنا ما نظلم ونقول وراه حصل، احنا ما شفناش بعينينا. لو ما كناش نتأكد من الكلمة اللي هتطلع من لساننا ما نقولهاش. لو ما كناش نتأكد ان احنا شفنا حاجة ما نقولهاش عشان ما نظلمش حد، عشان ما يدعيش علينا دعوة ظالم. ليه نظلمها او نظلم غيرها؟ هما ظلموها وكانت هتتطلق بسببهم. هي عندها حق الوقت، وعلى حق لو هي طلبت الطلاق. هي لها كرامة برضو، واهلها لهم كرامة. مش معنى ان هي عندها اطفال لازم ترجع وتدوس على كرامتها وتستحمل الاهانة، لا. الست دي ليها حق عندهم، واكيد ربنا اول واحد هيجيب لها حقها.